فاروق، مساء الخير يا كابتن احمد. ازاي صحتك؟ الحمد لله تمام. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام ربنا يخليك، الحمد لله كله اتمنى انها تكون سحابه صيف عابره وخلصت يا كابتن فاروق. يعني بعد اللي قاله حسن احنا اخوات وخلاص، يعني ما عنديش كلام اقوله اكتر من كده. يعني احنا اخوات و يعني مهما كانت الظروف فاحنا في النهايه لبعض يعني. نعم. انا ممكن يعني ايه يعني اعزمكم على العشاء، بس يعني يا عم انت ما بتطلعش فلوس ولا بتطلع حاجه. وانا زيك وانا زيك، انت دلوقتي عمارات وعربيات والدنيا ماشيه معاك زي الفل ما شاء الله. فانا شقيان يا احمد، انت راجل شقيان بس انا بصرف، انت ما فيش حاجه خالص. انت بتصرف؟ ما تخليناش نتكلم على الهوا بقى. طب دلوقتي ما رايك في دعوه من الكابتن محمود ابو رجيله رمز الزمالك الجميل كابتن طه بصري، واسمحوا لي ان انا اكون متواجد فيها اذا اذنتوا لنا يعني، وانت والكابتن الجميل الكبير الكابتن حسن شحاته في جلسه عشان الناس كلها تعرف انه فاروق جعفر وحسن شحاته اخوات زي ما انت قلت، وكلامك جميل وكلامه جميل، واتصور ان الموضوع كده يكون انتهى تماما يا كابتن فاروق. يا احمد انا عايز اقول حاجه. انا اللي بيني وبين حسن اكتر من اللي بيني وبين اخواتي. الله. وهو فاهم كده كويس. الله عليك. ما عنديش كلام تاني بقى اقوله يعني. لا 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 كتر الف خيرك، ده كده وفرت علينا العشاء. لا ما انت بتقول هتعشينا خلاص والله يا كابتن. النهارده قلت هتعشيك. الدعوه قائمه في الزمان في المكان في الوقت، وانا هخرج من الحلقه او كمان شويه دلوقتي على الهوا هكلم الكابتن ابو رجيله عشان اقول له الكلام ده. وعايز اشكرك يا كابتن فاروق واشكر الكابتن حسن، دول الاثنين الكبار رموز نادي الزمالك ورموز مصر، وانا سعيد جدا ان انتوا سعيد الوئام والحب كده. بس انا نفسي حاجه يا احمد. اتفضل يا كابتن. اتفضل. انا لما بكون زعلان من حسن فانا بطلبه. فارجو ما يكون زعلان مني يقول لي، انا اللي هطلبه عشان انا اللي بيني وبين حسن زي ما بقول مش اكتر من اخواتي. احنا يعني بناكل وبنشرب ونخرج ونسهر ونبات في اوضه واحده يعني حياه تانية خالص. واللي يعرفوا عني حسن شحاته ما يعرفوش عني امي وابويا واخواتي، واللي انا اعرفه عن حسن شحاته ولا امي ولا ابويا ولا اخواتي يعرفوه. مش عايز حد يخش يعني. طب اولا انا مبسوط جدا من انت، يعني انا اول مره اتكلم في الموضوع ده من سنه 2006. لكن انا مبسوط ان انت عملت المبادره دي. انا يعني حسن بيتي مفتوح له في اي وقت. وهو بيته مفتوح لي في اي وقت. يعني يا ريت الدعوه دي تبقى ببيت واحد فينا، انا ما عندي حسن اخويا يعني ما عنديش حاجه اقولها يعني. وانا ما عنديش حاجه غير ان انا اقول لك الله ينور عليك يا كابتن فاروق. كابتن فاروق جعفر المدرب القدير، اشكرك شكرا جزيلا. خلاص